بطلب كل الاستخبصيين اللي بيدوروا على السبوبه في زمن الذكاء الاصطناعي. بص يا معلم، لو فاكر ان البودكاست ده معمول علشان انت تسمعه وانت في المواصلات وتعمل فيها بقى واد مثقف وشيك، تبقى غلطان ومضيع على نفسك ثروه قد كده. النهارده انا جايب لك سر الماستر كلاس اللي بيتباع ب $2500 بره، وانا عليا يا معلم هدولك مجانا ببلاش، يعني علشان احنا ولاد بلد ولازم نوجب مع بعض. احنا مش هنعمل بودكاست، لا احنا هنصطاد البودكاست الميت ونحوله لفلوس بتمطر على مدونتك وانت نام بتشخر. عايز تعرف الوصفه السحريه للعمل على الانترنت وانت نايم؟ ركز معايا علشان الكلام ده تقيل ومحدش في المحتوى العربي هيقوله لك بالهندسه العكسيه دي. وخليك فاكر ان استخبص مش بتاع شروحات، استخبص بتاع استخبصات الكورسات الاجنبيه المدفوعه مجانا. ويلا بينا نبدا بعد الفاصل. قهوتك وحصلني. بص يا معلم، نقطة القلم عند أي حد بيبدأ على الإنترنت النهاردة هما سؤالين بيطرحهم دايما: أكتب إيه ومنين أجيب أفكار؟ وده لأن الناس بتموت نفسها حرفيا علشان تكتب مقال سيو جوجل يحبه. طب إيه رأيك لو قلت لك إن في أطنان من المعلومات الموثقة والمهمة جدا موجودة جوه ملفات صوتية مركونة في يوتيوب وسبوتيفاي، جوجل أصلا مش بيعرف يقراها؟ تصدق بقى؟ أيوه زي ما بقول لك كده. وده لأن جوجل أعمى بس مش أطرش، علشان كده بيعشق الكلمة المكتوبة اكتر من الكلمه المسموعه. هنا بقى يجي دور الهندسه العكسيه. بدل ما نالف ونوجع قلبنا في الكلام ده، هنشتغل حاجه اسمها وسيط محتوى. هناخد المحتوى ده نفرغه ونقدمه لجوجل على طبق من ذهب في قالب مقروء. تمام كده يا معلم؟ يلا نخش على اول خطوه من الخلطه السحريه دي علشان تخليك برنس في المجال ده من غير ما توجع دماغك بالبحث من الصفر. يلا يا صديقي. بص يا دحيح النت، الطريقه التقليديه بتقول لك انك تفتح اداه اي وتفرغ الصوت وتقول كده انا خلصت. اقول لك لا يا حبيبي، يوتيوب وجوجل في 2026 بقوا اذكياء بزياده قوي. لو رميت الكلام ده زي ما هو هتاخد سبام او محتوى مكرر، وقناتك او مدونتك هتلبس احلى انذار. طب ايه الحل؟ الحل في حاجه اسمها القيمه المضافه. طب ازاي نترجمها؟ هقول لك في 3 خطوات. اولهم نختار 10 بودكاست اجنبيه ناجحه قوي في نيتش غالي زي العقارات او الكريبتو او الصحه النفسيه. تاني حاجه نستخدم ادوات الاي اي زي اوتر اي او ويسبر اي، وده الوحش بجد اللي بيفهم العاميه والفصحى بدقه قويه جدا. تالت حاجه التاتش المصري بتاعك. مش هتاخد النص وتحطه زي ما هو، لا هتعمل له اعاده تدوير. هتاخد الفكره بس هتعيد صياغتها باسلوبك انت، وده اللي يخليك تهرب من فخ المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي اللي يوتيوب بيحاربه بقاله فتره. يلا نلضم يا معلم الكلام في الفقره الجايه لانه مهم قوي. يلا بينا يا معلم. يوتيوب 2026 ما عادش بيهزر. لو عملت فيديو بالذكاء الاصطناعي وصور اي بس انسى الربح تماما. لازم شخصيه صانع المحتوى تكون طاغيه تمام في الحلقه بتاعتك او في المحتوى بتاعك. وعشان احنا شغالين بالموبايل وصوتنا بس، لازم نستخدم خيار محتوى معدل. بس السر هنا ايه بقى؟ انك هتشرح تجربتك مع النص اللي انت استخرجته، وبكده يا معلم انت مش مجرد بغبغان، لا انت محلل استراتيجي. وده اللي بيخلي مشكله عدم دقه تحويل الصوت تتحول لميزه، لانك بتصلحها باسلوبك البشري. فجوجل هنا يا معلم يحبك ويقول الواد ده مجتهد، ادوله دولارات. يلا بقى نخش على تفعيل وضع السبوبه. هتقول لي يا استخبص انا عملت المقال والفيديو، او عملت المقال او الفيديو، حاجه من الاثنين يعني. الفلوس فين بقى؟ هقول لك يا معلم. اول طريقه ادسنس. المقالات اللي جايه من بودكاست اجنبيه بتبقى غنيه بكلمات مفتاحيه غاليه قوي، ودي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه التسويق بالعموله اللي هو الافيليت. البودكاست الاصلي ده غالبا هتلاقيه بيشرح كتب او ادوات، انت روح حط الروابط بتاعتك وشكرا يا معلم. الطريقه الثالثه بيع المحتوى. في ناس بتموت وتلاقي حد يفهمها المحتوى الاجنبي ويلخصه لها في مقالات احترافيه. انت هنا فعلا اصبحت ملك السوق. وعلشان ما اطولش عليك، الخطه دي محتاجه نفس طويل، وموبايلك اللي في ايدك ده هو فعليا الماكينه اللي هتطلع لك ذهب. عشان ما اطولش عليك، الخطه دي محتاجه نفس طويل، وموبايلك اللي في ايدك ده هو الماكينه اللي بتطلع ذهب. في الوصف هسيب لك كل المصادر اللي انا اعتمدت عليها في الاستراتيجيه دي. وخليك فاكر ان استخبص مش بتاع شروحات، استخبص بتاع استخبصات الكورسات الاجنبيه المدفوعه مجانا. سلام يا ابطال.